بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة صدور الفراخ بالرز المبهر، طبخة الحلة الواحدة. مش هنحتاج جنبها غير طبق سلطة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا صدور الفراخ أقطعها صوابع وبعد كده هعملها مكعبات، ويا ريت المكعبات تكون حاجة كده وسط، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. وطبعا انت هتستخدمي صدور الفراخ حسب الكمية اللي تناسبك انت، والأكلة دي انت ممكن تعمليها بصدر فرخة واحد هيعمل معاكي كمية حلوة برضه. يعني لو عندك صدر فرخة ومحتارة تعملي بيه ايه وشايفة ان هو مش هيكفي حاجة، ممكن تعمليه بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت خالص. هختصر الوقت عشان مطولش عليكم. وده بقى الخضار اللي هنستعمله في الأكلة بتاعتنا النهاردة. معانا بصلتين، ومعانا قرنين فلفل رومي، وقرن شطة، و3 فصوص من التوم، وحباية طماطم واحدة. وبعد كده هيبقى معانا بطاطسية واحدة. والبصلتين دول انا كنت هقطعهم لشرايح، بس رجعت تاني قلت لا، هعملهم مكعبات علشان الشرايح مش هتبقى لطيفة في الرز. فرجعت تاني وهعملها بقى مكعبات، متهيألي هيكون افضل. وانت هتحطي طبعا كمية الخضار حسب الرغبة، ممكن تكتري وممكن تقللي. كل الخضار بتاعنا بقى بعد كده هنقطعه كله مكعبات. واسهل حاجة بقى في تقطيع التوم انك تحطيه تحت السكينة كده وتقومي خبطة عليه جامد بايدك، هيتهرس معاكي. هيبقى سهل جدا بعد كده في التقطيع. غير بقى ان التقطيع بتاعه ما بيفرقش في الحالة دي ان كان كبير ولا صغير، هو طالما اتهرس كده بيدوب معانا في الاكل على طول، ما بيبانش. والفلفل برضو نفس الطريقة، هقطعه مكعبات صغيرة. طبعا انتي واقفة في المطبخ، كل الكلام ده ما بياخدش معاكي دقايق، الموضوع معاكي سهل وما بياخدش وقت. ودي بقى طماطمية واحدة، هقطعها تقطيع عشوائي وهحطها بعد كده في الكبة هفرمها، وممكن تعمليها بالمبشرة. بعد كده معايا بطاطسية واحدة بس، هقطعها واعملها برضو مكعبات وسط، ما تصغريهاش وما تكبرهاش، عشان لو صغرتيها هتتهري منك، ولو كبرتيها هتاخد وقت في السوا. فاحنا عايزينها حاجة وسط كده. خلاص كده انا خلصت الخضار كله. بعد كده بقى هروح على البوتاجاز، احط الطاسة على النار واحط فيها شوية من الزيت بس كتار قوي. بعد كده هحط معلقة كبيرة من السمنة. انا بحط الزيت كتير والسمنة علشان خاطر ده اللي هطبخ بيه الرز بعد كده، يعني مش عايزة ابقى احط زيت او سمنة تاني. بعد كده جبت بقى البصلتين اللي انا مقطعاهم مكعبات وهحطهم يتشوحوا. اول ما احس بس ان هما دبلوا حاجة بسيطة كده، هنزل عليهم بقطع الفراخ. بعد كده هحاول اسويهم بالراحة كده بالمعلقة، ومش هقلبهم خالص، هسيبهم لحد لما لونهم يتغير. بعد كده هبتدي اقلبهم. خلاص كده هما لونهم بدأ يتغير معايا، وقبل ما اقلبهم هنزل عليهم بمعلقة من الفلفل الاسود. بعد كده بقى هحاول اقلبهم كده بس بالراحة، عشان بس الفراخ ما تتهريش مننا. عايزة الخرط تبقى سليمة كده ومتماسكة. وهديها بقى تشويحة كده لحد ما لونها كله يبتدي يغير، وعلى طول هنزل عليها بالثلاث فصوص توم اللي انا كنت مقطعه. انا ما حطيتش التوم مع البصل علشان ما يتحمرش وريحته تبقى فاقعة قوي، انا حطيته مع الفراخ علشان يدبل ويديني ريحة خفيفة وحلوة. بعد كده حطيت معلقة من الكزبرة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الكركم، ومعلقة من الكاري. بعد كده هديهم تشويحة حلوة مع بعض لحد ما الفراخ تتشرب من التوابل. مش عايزة اقول لكم بقى على الريحة اللي طالعة، تحفة جدا. بعد كده هنزل عليها بالفلفل الاخضر على طول، ووراه الطماطم. انا ما شوحتش الفلفل الاخضر علشان ما يدوبش،
أنا عايزاه يفضل سليم كده ومتماسك علشان يبان في الرز بعد كده، لو شوحناه هيدوب ولونه هيختفي بعد كده. عايزاه يفضل محتفظ بلونه الأخضر الجميل ده. وزي ما انتوا شايفين شكلها كده بقى روعة، يتاكل لوحده. بعد كده هنزل عليها بقى بحباية البطاطس. وطبعا أنا غسلت البطاطس بعد ما قطعتها مكعبات علشان أنزل النشا اللي فيها، ولو حطيتيها بالنشا بتاعتها هتفتح لك الألوان الجميلة دي. بعد كده حطيت مكعب مرقة ومعلقة من الملح، وحطيت معلقة من توابل الرز البخاري، ممكن تحطي معلقة من توابل الكبسة، ممكن تحطي معلقة من توابل الشيش طاووق. لو متوفر عندك أي حاجة من دول حطيها، هتديكي ريحة حلوة وقوية. لو مش متوفرين خلاص هما أصلا اختياري. التوابل اللي استخدمناها كفاية قوي، بتدي طعم وريحة تحفة. وزي ما انتوا شايفين حطيت الفراخ في حلة ونزلت عليها بقى بالرز المغسول، وهتحطي عليه مية بتغلي أو شوربة بتغلي، وهتظبطي الملح بتاعه. وفي هنا بقى حتة مهمة لازم تاخدي بالك منها، وهي انك لازم تزودي المية او الشوربة اللي هتحطيها على الرز، عشان الرز مع حاجات تانية برضو هتشرب مية فما يطلعش ني منك. وده بقى الشكل النهائي للأكلة الجميلة بتاعتنا بعد ما غرفتها. مش عايزة اقول لكم بقى لونها وريحتها خطيرة. وزوقي الطبق كده بقى بأي حاجة عندك. بجد أكلة بسيطة وفي منتهى الجمال ومش هتاخد منك وقت خالص. يا ريت تقوليلي رأيك علشان بيهمني. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا.